المغرب يفاجئ العالم من جديد بمشروع نفق تيشكا العالمي يربط بين مراكش بورزازات، وهو مشروع ضخم سيدخل منعطفا جديدا في انتظار التنفيذ. وأوضح مصدر إعلامي مطلع أنه قد يتم اختيار تجمع المختبر العمومي للتجارب والدراسات والتركية دريلون تي آر لإنجاز الدراسات الجيوتقنية لنفق تيشكا المغربي لإيجاد حل لمشاكل التنقل. وأضاف أن مرحلة المشروع الأولى التفصيلي ستبدأ بإقليم الحوز، ومدة الدراسة حددت في 12 شهرا، إضافة إلى مشروع نفق الربط بين مراكش وورزازات عبر مسار أوريكا والذي يمتد على طول 10 كيلومترات. ويشار إلى أن المشروع سيمكن من تقليص مدة السفر ما بين 80 إلى 112 دقيقة مقارنة بالمسار عبر نفق تيشكا الذي لا يقلص مدة السفر إلا ب20 دقيقة فقط. وسيتم بناء طريق للولوج إلى مستوى منتصف النفق قصد إنجاز الدراسة الخاصة بالنفق التي ستكلف 30 مليون درهم. وفي جواب كتابي لوزارة التجهيز والنقل جاء بناء على سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أوضحت الوزارة من خلاله أن التأخير الذي عرفه مشروع نفق تيشكا خلال السنة الحالية جاء بسبب فسخ عقد الشركة الأولى نتيجة تقصير وارتفاع ثمن المواد الأولية بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا. وأكدت الوزارة في جوابها أن الموضوع يتعلق بالمقطع الطرق الرابط بين فج تيشكا وآيت زينب، والذي يربط الطريق الوطني رقم 9 بين مراكش وورزازات، التي تعرف أشغال تهيئة على طول إجمالي يبلغ 177 كيلومترا وبتكلفة مالية تقدر ب 1.8 مليار درهم. وأضافت الوزارة أنه بعد فسخ العقد مع الشركة الأولى تقرر إكمال المشروع بناء على تقسيم الطريق إلى مقاطع، حيث يربط المقطع الأول بين تيشكا وأمزيركان على طول 54 كيلومترا، إذ تم تفويت المشروع عبر شطرين. الأول هو الرابط بين تيشكا وأكوام على طول 24 كيلومتر بكلفة مالية ناهزت 131 مليون درهم. أما الثاني هو الرابط بين أكريم وأمزيركان على طول 30 كيلومترا بكلفة مالية ناهزت 180 مليون درهم، مؤكدا أن التقدم في الإنجاز بلغ 50%. فيما يخص المقطع الثاني الذي يربط بين أمزيركان وآيت زينب على طول 10 كيلومترات، حيث قالت الوزارة المعنية أنه تم تفويت صفقته بمبلغ 50 مليون درهم، فيما بلغت نسبة الإنجاز 90%. نشكركم على حسن المتابعة.